وحيلا فيكن من جديد مطبخ رولا ووصفي جديدة. اليوم وصفتي من المطبخ العراقي، مشهورة كثير بالعراق، هي الدولمة العراقية. من أطيب وألذ الوصفات اللي جربتها. تابعوا الفيديو للأخير ونقول بسم الله. بالبداية عندي هون غليت المي ورح نزل فيهن ورق السلق تقريبا من دقيقة لدقيقتين، مش أكثر من هيك، ما بدنا نسلق السلق كثير، انتبهوا. بعدين عندي هون البصل نزلته كمان شي 5 دقائق بالمي، وبعدين الكوسة والفليفلي حفرتهم. عندي هون لتجهيز الحشوي بدي رز مصري، طبعا الرز أنا غسلته ونقعته. أضفت عليه كمية من الزيت النباتي مع زيت الزيتون، قد ما فيكم تضيفوا زيت تطلع طيب كثير مع الزيت. بعدين أضفت عليها كمية من البهارات، بابريكا، فلفل أسود، بهارات مشكلة، بصل بودرة، ثوم بودرة، والملح. وبعدين أضفت عليها الخضار المقطعة ناعم، البندورة والبصل والبقدونس والنعنع، وأضفت عليها الحامض كمان والثوم المهروس، وملعقة من دبس الفليفلي. دبس الفليفلي عطاها نكهة كثير مميزة. وخلطت الحشوي مع بعضها كثير منيح، وبلشت هون جهز للخضار. بالبداية شلت الضلع من السلق، ما بدنا نتخلص منه، رح نحتاجه بالطبخة. بعدين هون بلشت لف السلق بهالطريقة مثل ما شايفين. طبعا يا جماعة بتقدروا كمان تحطوا مع باذنجان، وبتقدروا تحطوا معها ورق عنب، كثير كمان بيعطوها نكهة طيبة. هاي حلاوتها الأكلي، انكم كلهم الخضار مع بعضهم تقدروا تعملوهم، كثير بيطلعوا طيبين. والبصل بهالطريقة بلشت قشر طبقات البصل ولفهم، كمان كثير سهل لف البصل. أنا منزلي فيديو للف البصل عندي بالصفحة. والكوسة رح نحشيهم كمان، رح نخلي شوي من الكوسة مش محشي فاضي، جزء من الكوسة، منشان لأن الكوسة بدها تنفش، عفوا الرز، مشان ما يرزز معنا. وحشيت الفليفلي بهالطريقة، وهيك خلصت الكمية كاملة. وبلشت رصهم بالطنجرة. أول شي حطيت فول أخضر، الفول الأخضر ضروري كثير طيب معه. بهرتهم وحطيت لهم شوية زيت زيتون، وبلشت صف الخضار مثل ما شايفين أمامكم. أول شي منصف البصل، طبعا أول شي الحبات الكبيرة، بعدين الصغيرة، بعدين صفيت عليهم الكوسة والفليفلي، ورح بلش صف ورق السلق. طبعا في منهم بيطبخوها على لحمة، طبعا نحن بالبيت بصراحة ما بيفضلوا المحاشي باللحمة، بيفضلوها بالخضار. طبعا بتحطوا تحت ريش لحمي، اي شيء متوفر عندكم كمان بتطلع كتير طيبة. والاضلاع حطيتهم على الوجه مثل ما شايفين. هون عندي للصوص مي سخنة، حطيت فيها ملعقتين كبار من دبس البندورة، و3 ملاعق كبار من دبس الرمان، وزيت زيتون، وفلفل اسود، وحركتهم كثير منيح مع بعضهم. بعدين هون حطيت ثقل على الطنجرة واضفت عليها الصوص، ورح اضيف عليها بعد كمية من المي السخنة وخليها على النار لحتى تستوي. وهيك قلبتها بهالطريقة. ما شاء الله ما بتتخيلوا نكهتها وريحتها كيف كانت بالبيت. عن جد من اطيب والذ الوصفات اللي جربتها، كثير كثير طيبة. شوفوا ما شاء الله لون البصل كيف طالع مكرمل كرملي، بتشهي كثير، نكهتها طيبة. وهيك طبخة جديدة مميزة، عن جد نصيحة مني جربوها. وإذا في باذنجان متوفر عندكم باذنجان حطوا معها، كثير طيب معها. وتحطوا عليها دبس هالرمان، ويا سلام، عن جد ولا أطيب من هيك شي، بشهي القلب. الخضار دايبة كلها، الرز جوات الخضار مستوي، مش مرزز ولا منهلس. عن جد ما شاء الله كثير كثير ناجحة، بتشهي. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويا جماعة لا تنسوا انه دعمكم هو اساس استمراري. لا تبخلوا علي بلايكاتكم، الكومنت الحلو كثير اللي بيشبهكم يا جماعة، عن جد بتشجعوني كثير، بتعطوني طاقة ايجابية لحتى استمر معكم. وبشوفكم فيديو جديد، وباي باي.